السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده معايا عاملين حتة لحمة كده ملبسة معانا كده من السن، وحاطة حتة دهنة كده في الحلة كده، هنشوحها كده الأول. بنطلعها من الفريزر، غسلاها ومنضفاها وخليها زي الفل. شوحناها كده اهي، معلش البخار كان طلع على الحلة. أنا بحب ايه، أنا جايباها من السن كده، يعني فيها حبة سمين كده. هنزل عليها بقى فلفل اسمر، بصلايه، طماطمايه، ورق لوري، جوز الطيب، وحدتين بلح كده. البلح ده بستعمله مع اللحمه مع الزفر، الحاجات اللي بتاخد نار، واولا بيسكر الحاجه كده وجميل. الملح هو اللي ما بنحطوش دلوقتي، هنسيبها تاخد وتدي بشكل ودي بقى كده مع نفسها. ولما نزودها ميه ايه، تغلي على النار. يا جماعه الواحد زعلان على الناس الله يرحمهم بتوع سوريا، الله يرحمهم في الزلزال، رحمة الله عليهم. النهارده الخميس، الله يرحمهم ويرحم امواتنا، والله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم. ربنا يحمينا يا رب، ويحمي مصر ويحمي اولادها ويحمي جميع البلاد يا رب. تعالوا نعمل التغذيه بتاعت اللوبيا. حطيت حته دوشه، حته سمنه كده حلوه، وبصلايه، بعدين هعملها احمرها، ما احمرهاش قوي، وبعدين انزل عليها بالايه، بالطماطم. هنعمل ايه جنب اللحمه؟ جبت ربع كيلو لوبيا، طبعا غسلتها ونقيتها حلوه قوي، وبسلقها، وحطيت لها حبه كمون، حطيت لها معلقه سكر عشان بس ايه الغازات اللي فيها تنزل. وبعدين بقى انا بدلق الميه دي، طبعا كل واحد براحته. هنزل مع معلقه معجون طماطم، هنزل بالطماطم، ملح وكمون، مرق الدجاج، وسبع بهارات. ادي اللوبيا خلصناها، هنغرف منها بقى. ادي عملنا طبق رز حلو كده مفلفل ابيض كده، بحبه كده جنب اللوبيا مفلفل اهو، جميل اهو. وطبق شوربه كده جميل، وادي اللفت بتاعنا عسل اهوت، وادي اللوبيا جميله اهي، مستويه وزي الفل، عسل اهي. الحقيقه من زمان ما عملناش لوبيا، جميل. ما تنسوناش باللايك والشير واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.